الكيكة من الحلويات اللي ما بيختلفش عليها اتنين، بيحبها الكبير والصغير. من الحلويات السهلة والبسيطة، بس دايما بتطلع مش مظبوطة معانا، بتفشل معانا وما نبقاش عارفين ايه السبب. النهاردة هنتفادى كل المشاكل دي، وهعرفكم الطريقة المظبوطة اللي تطلع معاكي كيكة هشة وناجحة، بقوام ومسام زي ما انت شايفة كده، لون فاتح، مفيش اي غلطة. كمان هنعملها اقتصادية بدون زبدة او حليب، وكمان ببيضة واحدة. مقادير خالص بسيطة واقتصادية، ان شاء الله هتعجبكم. النهاردة هعرفكم على كل الغلطات اللي انتي تتجنبيها علشان تبوظ معاكي الكيكة وما طلعهاش معاكي بقوام ومسام زي ما انت شايفة كده في الفيديو. بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ولو مش مشتركين في القناة أتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك منه كل جديد. مشاركات لكل حبايبنا عشان كله يستفاد من الطريقة. لايكات كتير بقى كده وكومنتات جميلة كده، تشجيع ليا للقناة. يلا نبدأ مع بعض الفيديو. في البداية أنا معايا هنا صينية مقاس 35، بدهنها زي ما شايفين كده بالسمنة. دي اول خطوه ببتدي اعملها، وبركن كده جنبية الصينيه. ببتدي معايا هنا الشفشف الخلاط، بنزل فيه بكوب من السكر، ومعايا كوب الا ربع من الزيت، ومعايا كوب ميه. الميه هنا ميه عادي فتره كده من الحنفيه عادي. بنزل معايا هنا ببيضه، بيضه حجم كبير. معايا هنا ظرف من الفانيليا. باخد معايا كل المكونات دي كده سايلة، بخلطها معايا كويس في الخلاط. دلوقتي معايا بولة، هنزل معايا بالمواد الجافة. معايا هنا دقيق لجميع الأغراض. بنزل معايا هنا بكوبايتين وربع من الدقيق. بنزل عليهم برشة من الملح. بنزل معايا هنا كيس من الكيك شيف. يستحب ان انا استخدم الكيك شيف، لان البيكنج باودر بيغمق معانا الكيكة، مش هيدي معانا المسام اللي احنا شفناها في بداية الفيديو للكيكة، ولا اللون الفاتح للكيكة اللي احنا شفناه. فنستخدم معانا هنا الكيك شيف، هيدي معانا نتيجة مذهلة. طبعا هنا بخلط عفوا. ببتدي انخل معايا كده الدقيق زي ما انتم ما شفتوا على الاقل 3 مرات. ليه بعمل كده؟ لان انا عايزه يدخل هوا معايا في الدقيق كده في مسام الكيك، في الكيكه تبقى هشه معايا. هنا السر بقى اللي هيدي معانا اللون والطراوه والهشاشه للكيك، هي معلقه من الخل. بضيف معايا معلقه من الخل. بقلب معايا هنا الكيكه في اتجاه واحد بالشكل اللي انتم شايفينه. عفوا. بضيف معايا هنا معلقه الخل، وبخلط معايا المكونات في اتجاه واحد زي ما انتم شايفينه. انا بسرع الفيديو بس انا بخلط بالراحه لحد ما اتاكد ان كل الدقيق معايا اتغلف. معايا الفرن هنا يكون معايا سخن على درجة حرارة 180. بدخل معايا الكيكة هنا، ما بفتحش عليها غير بعد 25 دقيقة بالظبط. بتأكد لو انها استوت معايا بخلة اسنان، واخدت معايا اللون الذهبي زي ما انتم شايفين كده. طالعه طبعا بسم الله ما شاء الله. القوام تحفة، والشكل واللون مفيش احلى من كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. كده اكون خلصت معاكم الفيديو. اتمنى لو مش مشتركين في القناة الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل. طبعا فعل معنا الفيديو باللايكات، كومنتات جميلة ومشاركات مع حبايبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.